يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صلاة سنة قبلية فرض الجمعة يرحمنا ويرحمكم الله.
إلى حضرة النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه وأمته الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بذاته
كان هو الله ولا ذرة وجود، فصار الوجود به وهو هو على ما هو عليه موجود. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل ترضاه، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم يا متم الأفراح، يا رب الأرض والسماوات، يا رب العرش العظيم، الطف بنا وبهذه الأمة المرحومة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيتنا مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، من أمة خاتم النبيين صلى الله عليه وعليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على شموس الأنوار وحبيب رب الأرباب وخاتم الأنبياء ورسل الله، من روحي وما ملكت فداه، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، بعدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وبعدد كل معلوم لك. آمين. أيها الأحبة، إن درسنا هذا من عظام الدروس، لأنه يدور بين القرآن وبين الدين وبين الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الإخوة، الله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اسمعوا جيدا، القرآن الكريم معجزة ربانية جعلها للدين الخاتم ولخاتم الأنبياء والمرسلين، فهي المعجزة الباقية والخالدة بكلام الله القدسي الذي لا ينحرف، لا زيادة فيه حرف ولا ينقص حرفا. كان جبريل عليه السلام، كونوا معي بدقة في هذا، ينزله الحق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصورة وبالآية
وبالكلمة وبالحرف، فيرسل إلى الكتاب أو الكتاب، وخاصة سيدنا زيد رضوان الله عليه، فيأتي عند ذلك بأدوات الكتابة وعلى الفور، قال اكتب هذه الصورة الفلانية، وهذه الآية في الصورة الفلانية، وهذه الكلمة بالمكان الفلاني، وهذا الحرف مكانه بالمكان الفلاني. فكان أمر القرآن يا سادة أمر توقيفي لا اجتهاد فيه، رسما ونظما أتى به جبريل عن الله بكلامه القدسي. وهذا القرآن فيه القراءات العشر، وانتبهوا إلى هذه النصوص. قال الإمام النووي حجتنا، قال القراءات السبع جاءت إلينا عن الله متواترة عن الله، ليس اجتهاد قارئ، إنما القارئ يأخذ عن الأصحاب، والأصحاب عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ثم يأخذون القراءة الفلانية بالحرف الفلاني وهكذا، وهذا باجتزال. فالإمام النووي قال القراءات السبع قراءات متواترة، ليس بحديث حسن ولا صحيح ولا متفق عليه، إنما جاءت بالتواتر. لكن كان للإمام النووي رأي في ذلك، فقال القراءات الثلاثة فوق السبعة هي ضعيفة. الإمام النووي توفى سنة 676، ولكن اللي هو نقول عنه سيد المحققين في القراءات، وهو ابن جرزي رحمه الله، توفى سنة 833، أي بينه وبين الإمام النووي 157 سنة. فكان التحقيق له رحمه الله، فقال القراءات السبع جاءت بطريق المتواتر، والقراءات الثلاثة جاءت بطريق المشهور، والمشهور هو متواتر، تواتر فاشتهر. إذن على هذا كان الأمر قطعيا بالتواتر أن القراءات العشر هي عن الله عز وجل، وهو قرآن. ثم انظروا إلى مسألة أخرى، والمسألة الثانية أدق. كل حرف من حروف العشر
نزل بها آية، كل حرف فيها آية في القرآن الكريم. فدلالة التواتر والنص الذي جاء عن الله بكل حرف من القراءات العشر. مثال ذلك أنزل الله تبارك وتعالى قوله تعالى: وما أدراك، آية، ونزل جبريل بآية أخرى: وما أدريك، وهكذا. فالقراءات العشر، الحروف العشر، كلها مع التواتر فيها آيات كاملة أثبتها الحق في القرآن المجيد. مسألة الثالثة: كان تعدد القراءات، لأن الأمر راح يأخذنا إلى أمر آخر بعيد. كانت القراءات جاءت على لغات العرب وهجات العرب، فلما كانت هذه اللهجات بالعرب فأنزل على لهجاتهم. إذن كلام دقيق، القراءات العشر حفظت اللغة العربية، ولذلك حفظت هذه اللغات التي عليها العرب. لهجات العرب كانت متعددة ومتنوعة. إذن سر حفظ اللغة العربية التي هي لغة القرآن حفظت بالقراءات العشر. سمعت متنطعا لا أذكر أين هو، في مكان ما، يقول: هل هناك في القراءات دليل؟ قال: لا أعتقد أن هناك دليل. فليسمع هذا الغبي هذا التواتر وهذه النصوص بهذه القراءات التي جاء بكل حرف من القراءات آية، وحفظت اللغة العربية بذلك. وهذا القرآن الكريم عربي، الله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أتعلمون الآن المؤامرة؟ أرادوا أن يحرفوا القرآن ولو بآية وحرف، نتحداهم. ثم مسألة خطرة التي جعلتني أترقى المنبر، والمشايخ كثر الأحباب يقولون إن النبي ليس عربيا، وكتبوا كتابا في مكان ما ونشروه، يخشون والله. القرآن وكلام الله ينزل بلسان قومه على نبي بقومه. الله نزل به الروح الأمين على قلبك، أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أيها السادة، سبحان الله، الحبيب يقول في صحيح مسلم بمعناه، قال: كنانة من ولد إسماعيل، وكنانة قريش من كنانة، قال: وبنو هاشم من قريش، وأنا من بني هاشم.
هو سيدهم. هذا في صحيح مسلم بمعناه. فصلى الله عليه وسلم كما قالوا، وهذا ليس في الحديث، إنما مدلوله أو من معانيه الطيبة، قالوا إذن هو خيار من خيار من خيار. لا نقول الرواية فيها كلام، لكن هذا مدلول الحديث. صلى الله عليه وسلم وجعل القرآن عربي، ونزل على نبي عربي عظيم إلى قلبك يا محمد، ولسان أهل الجنة عربي. ثم أريد أن أذكر مسألة في منتهى الدقة والحيرة، في منتهى الدقة والحيرة. أنا أسأل سؤال في اللغة العربية ما عليه سيبويه وغير سيبويه. كلمة الله، الاسم الأعظم الذي هو اسم الذات، الذي هو للتعلق وليس للتخلق. الله الاسم المفرد المجرد. أتعلمون أن كلمة الله لفظة عربية ومعناه الحبيب، كما قرر ذلك مفتي الهند أحمد تيمور رحمه الله. فإذا قلت يا إلهي أي يا حبيبي، فإذا كان القرآن عربي والاسم الأعظم عربي والنبي الخاتم أنزل على قلبه وهو العربي الذي هو من قمة ورأس بني هاشم. أيها الأحباب، بودي أن تنتبهوا إلى بعض الإعجاز، وهذا الإعجاز نراه حتى في الحروف. فالقرآن محفوظ وهو معجزة باقية، وقد تطاول بعض الناس في ذلك، فنقول لهم الحرف الواحد هو معجزة، هو آية. كل حرف من القراءات، كل حرف فيه آية. تعالوا معي إلى نص. قال تعالى: وكفى به بذنوب عباده خبيرا. لماذا أتى الله بالباء في قرآنه؟ الباء، الله، الباء في اللغة هنا لسلب الأفعال، أي سلبت عن الله في صفاته أي نقص في الفعل. أنت سميع وغيرك بصير، لكن النقص موجود فترى على ما قدر إليك. لكن لما تكلم عن صفاته جل وعلا سلب النقص في الفعل، فكانت الباء لسلب الأفعال، أي بمعنى الله سميع كامل السمع مطلقا، الله بصير كامل البصر مطلقا، هذا حرف الباء. إذن الله يسمع دبيب النملة السوداء ويراها في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. لماذا؟ لأنه أتى بالباء في القرآن الكريم. فإذا كان هكذا هو، فما شأن غفلتنا اليوم؟ وما هي خواطرنا الأليمة؟ وما هي المخالفات؟ أيها السادة،
انظروا إلى قوله تعالى في حرف آخر: هو هذا درس للمختصين، حفظ القرآن ونهضة القلوب. اسمع إلى قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني. سألك أنت. لماذا كاف الخطاب في القرآن المجيد؟ إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما معنى هذا الكاف؟ اسمعوا بقوة إلى الإعجاز في القرآن، كيف حماه وحفظه وجعله نورا ومعجزة إلى قيام الساعة. إذا سألك يا محمد عني فإني قريب إلى عبادي وأحبابي. قريب في رحمتي وعطفي وحفظي وتجلياتي وإكرامي وإعطائي في الجنان، وهكذا قريب. لكن أين وضع الكاف؟ كاف الخطاب: أي يا محمد أنا أقرب المقربين إلى عبادي، ولكن أقرب القرب إلي أنت يا محمد. اسمعوا جيدا، اسمعوا إلى إعجاز الحروف ومعاني الحروف. الله قريب، ولكن من هو أقرب المقربين إلى الله؟ يقول له أنا قريب، ولكن أقرب القرب إلي أنت يا محمد. فهو الوسيلة العظمى إلى الله، وهذا بالاتباع والمحبة والصلة. بهذه الثلاثة تكون أقرب القرب إلى الله، والله هو القريب، لكن قريب عليك وعلى حبيبك أقرب، وعلى حبيبك أقرب. فأنت تذهب إلى الله بأقرب القرب إلى الله. ادخل من باب النبي وسترى، ادخل من باب النبي وتوجه إلى الله، سترى العجب العجاب. ولكن منهم من يدخل إلى النبي من باب القلوب في الصلة والحضرة. فصار القرب هنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها الأحباب، ثم انظروا إلى قوله تعالى. تمنى عندي وقت. الله تعالى يقول: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا. هذه القراءات اللي عليها الجمهور. وقراءة أخرى وخيفة. فالخفية هو السر، وهذا حال الأنبياء والربانيين. قال تعالى: ونادى ربه نداء خفيا. سيدنا زكريا، هذه أخلاقهم. إذن واذكر، شوي عبارة دقيقة: يا محمد في نفسك وقل لهم. شوف المعنى العالي: وقل لهم ليذكروا بذكرك يا محمد. فهو ليس خاص فيه، لأن الله وضح هذا بقوله:
من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وأكثر. وهكذا الأذكار باللسان والقلب وبالقلب وبالفكر حضورا وبالروح تعلقا بذات الله. واذكر ربك يا محمد وقل لهم ليذكروا بذكرك تضرعا وخفيا، وأما خيفا أي أنك توجه إلى الله بالذكر وأنت في مقام الخوف والرجاء. وهذا استحضار لعظمة الله عز وجل. وأظن هذه القراءة الثانية لحفص، وتلك عليها جمهور القراء. أيها الأحباب، زماننا اليوم، اسمعوا الآية، عندما ذكر الذكر وذكر خاصية الذكر رسول الله ولخاصة الأمة، قال ولا تكن من الغافلين. تعالوا معي، أي أمة الآن، وأصرح لكم ببيان خاص بيني وبين الله، والله على ما أقول شهيد. الآن لو ذهبت إلى مستشفى فيها مئات الرجال والنساء، وهذه حال أول البارح ممن ذهب من الصباح الباكر إلى العشاء الآخر، أي مو المغرب، العشاء الآخر أي بعد صلاة العشاء، وبعد ذلك والله يا أحباب هؤلاء المئات ذكروا لي من أثق بهم قد حضروا، قال لم أسمع واحد منهم ولا منهن على العموم قد ذكر الله، ولا واحد منهم قام فصلى وقتا، فصارت الغفلة طامة كبرى في البيوت وفي المدارس وفي المستشفيات وفي العيادات وفي الأسواق. وأما الهرج والمرج فأعلم بذلك أكثر. الحبيب الله قال له عندما قال له اذكر، الآية انتهت ولا تكن من الغافلين. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول ولا تكن يا محمد من الغافلين. فإذا نسي الذكر وأبعدت الناس عن ذكر الله وعن التعلق بالله، إمامنا الشافعي رضي الله عنه قال أذكار الله للتخلق والاسم الأعظم للتعلق، فاذكروا بما كان يذكر الحبيب. أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. الله. فلما فقد حقيقة الذكر أو التسبيح المبارك والصحبة مع الربانيين، صارت هذه الغفلة والطامة الكبرى. أين الأذكار؟ قلما تجدها إلا في المسجد، والإنسان إذا سلم خرج يركض. مع العلم الله يقول ومن الليل فسبحه وأدبار
وعلى القراءات العشر العظيمة وإدبار. هكذا أنزل الله القراءات. أي يذكر الله بعد الصلوات. وفي آية أخرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ماذا قال علماء الشريعة؟ والله علماء الفقه والحديث قالوا الختم ختمان، الله ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أتعلمون ما هما الختمان؟ قال التعقيبات بعد الصلوات هو الختم الصغير، وأما هذا كلامهم بأمانة، وأما الختم الكبير قال هذا بنص العبارة هذا لأسيادنا أهل الله. ختم الكبير هم يقولون كبار العلماء لأسيادنا، هذا الختم الثاني. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، روح إلى الله، إما تخلقا وإما تعلقا. يا سادة، الغفلة أصبحت طامة كبرى، فننتقل من القرآن بإعجازه في آياته وحروفه وكلماته وحروفه، ننتقل إلى الذكر الذي غفل الناس. فأمتنا اليوم في غفلة. ماذا تسمع في البيوت إلا القيل والقال والعصبية والهراج؟ أهذه هي البيوت الإسلامية؟ أهذه هي التربية الإسلامية؟ كان الصحابة وعلى رأسهم أجدادنا آل البيت الكرام عليهم الرضوان والسلام، ينام 1 ساعة يقعد 2 ساعة، فيصير الذكر مستمر من العشاء إلى طلوع الفجر. ما يكون غفلة في البيوت. أما الآن أين الأذكار؟ أين الأختام الكبار؟ شوف الله أكبر، التاج في جامع الأصول في أحاديث الرسول، روح شوف الجزء 2 والثالث، ثبته بالنص. قال الختم ختمان، الختم الأول ختامه مسك، الله أمر ومن الليل فسبحه أدبار وإدبار. طيب لماذا القراءتان صيغة الأمر فيهما؟ فصارت التعقيبات سنة مؤكدة. شوي كلام دقيق، بل قد تصبح التعقيبات واجبة. شلون واجبة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام من روحي وما ملكت فداه قال يعرض العبد يوم القيامة إلى الله في الحديث الصحيح، فيرى الحق أن فرضه ناقص، فماذا يقول الحق؟ هل لدى عبدي من تطوع أسد بها فرض النقص الموجود؟ فاللي يعمل التعقيبات بعد الصلوات سيكمل الله تعالى النقص الذي وقع في الصلاة. وشون صلاتك؟ نصها بالكرسي، ونصها بالتأوف، ونصها بالوسواس، ونصها بالضوجة، ونصها تدعى السرعة. ما تقول لي حياتك شو وقت راح تبنى مع الله؟ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذا يسمى وجوب التعقيبات على كمال الفرض. فالذي يكمل الفرض، سؤال، ماذا يسمى؟ أنت إذا كملت النقص في الفرض ماذا يسمى هذا؟ أقل شيء يسمى واجب. مع ذلك
ذكر الله الإدبار مرتين وبصيغة الأمر في القراءتين، فصارت التعقيبات سنة مؤكدة وقد تصل إلى الوجوب. وأما الختم الكبير الذي يهرب منه الناس والله لضعف حالهم وانشغالهم ببطونهم ونفوسهم، هذا الختم يقول صاحب تاج الأحاديث الشيخ آصف رضي الله عنه في أحاديث الرسول 4 مجلدات زبدة الأحاديث، قال الختم ختمان، عيدها: ختم صغير وختم كبير وختامه مسك، فبذلك فليتنافس المتنافسون. قال الختم الصغير هي التعقيبات، والختم الكبير نص عبارات بأمانة. قال: هذا لأسيادنا أهل الله، هذا ما يكون إلا بإذن خاص وبحضور خاص وبتوجه خاص. لماذا نهرب عن التقرب إلى الله؟ لماذا يا سادة نركض إلى البيوت؟ ايش بيها البيوت؟ دي تعال إلى بيت الله، ملائكة تحفك، رحمة تنزل عليك ويذكرك الله عنده، كلها في هذه المنازل. أكثر من ذلك، يأتي رجل في الحديث الصحيح في الصحاح يقول مذنب، مو من الأحباب، مذنب، فيجلس معهم ينتظر الشيخ لما يخلص، يقول له: والله عندي سؤال، والله مطلق، والله ما نام الليل. شد نام الليل؟ هو وين لك قلب ذات نام الليل؟ وأنا أفكر يعني من هاي قضايا الأطفال. على كل حال، فرب العزة يقول: يا ملائكتي، الحديث في الصحاح، أشهدكم، اشهدوا علي إني قد غفرت لهم. ملك يقول لربي واحد مو منهم، لا من أهل الذكر، لا من أهل العبادة، جاء مستطرق فاين حظه عنده ذنوب وقعد وياهم مكره لا بطلوا. ماذا يقول الحق؟ قال له: قد غفرت. اسمعوا الحديث الصحيح، قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. منذ 57 سنة أنا في علوم الشريعة، بالستينيات كنا ندرس الشريعة مع المشايخ رحمهم الله. من ذاك الوقت لحد الآن كتبت أكثر من 500 رسالة ومؤلفات، وخدمنا خدمة في الدعوة والتربية. والله يا أحباب، وأنا قلت والله وعلى منبر رسول الله، ما ثارني كمثل هذا الحديث. كلها مثيرة، بس هذا الحديث فوق عقل العارفين بالله. ماذا يقول الحق؟ حديث رواه الإمام أحمد والإمام مالك بسند صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: وجبت محبتي. يا رب، واجب عليك؟ أنت أوجبت علينا، لا يجب على الله شيء. لا الحديث واجب على الله يقول، كيف واجب عليك؟ قال: أوجبت من ذاتي على ذاتي. ماذا أوجب؟ قال: وجبت محبتي، واجب علي أحبك. من هؤلاء؟ قال: وجبت محبتي للمتحابين فيا. والله هذول أحباب. يا رب، الثاني من؟ قال: والمتجالسين فيا، حتى اللي يقعد وياهم أنا هم أحبه. إيمان استحي. هذا الحديث قدسي وسنده صحيح، يرويه الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل.
اسمعوا يا أحباب، وجبت محبتي للمتحابين في هذول الأحباب والمتجالسين في. الثالث والمتزاورين في. الرابع والمتبادلين في. شوف أحباب، واحد العشرة والمية والمئتين. طيب، قال أنا شو ما أصدق، رجل شيخ عشيرة وعسكري كبير الله يوفقه، والله مر علي، قلت والله مرات أقولهم بالبيت، أقولهم هم بدهم يخدمون، وما أنا إلا عبد منيب وخادم يرجو، لا أعرف أكثر ذلك. 7 طرائق في الإرشاد، الله أكرمنا بالسند. وأريد أسوي لطيفة، نريد نقولهم يابا والله شوية هي إن من البلاية ما يضحك. شايفين هذا الموديل الجديد وهذه النكت الروحية. ذكروا أحد أهل العمل الروحي قال والله منهجها طيب، والله هو طيب، خوش السماء، طريقة خوش طريق، بس العيب بي أنه عربي. بالله عليكم، قلت لهم السيد الرفاعي عربي، الشيخ عبد القادر عربي، الجنيد البغدادي عربي، الشافعي سيد عربي، وهكذا. إذا المسألة أصبحت ليس غفلة فقط، إنما التنطع ليبعد حالك عن الله وطريقك عن الله عز وجل. أحباب، في الختام الشيخ محمد علمكم بالخطب القصيرة، ولكن أنا أريد أملي عليكم هذا الذي واقع الأمة الآن، طعن في القرآن، طعن في الذكر، الغفلة عمت. اسمعوا هذه الأمانة من العقيدة، لما تقول أشهد الله، إذا مو صادق فأنت مرتد، لأن أشهدت الله على كذب. فإني أشهد الله أنا في الكعبة المشرفة بإحدى ذهابي، هذه هدية لكم، وأنا قلت أشهد الله، وأنا في حدود الكعبة، المكان الآن صار مع الكعبة الآن، فنمت القيلولة وأنا في الكعبة المشرفة، فأراني الحق هناك، ما بقى في أرض الله ضياع، كلها ظلمات. أين الربانيين؟ أين العارفين؟ أين المفتقرين؟ أين أهل الحضور والذكر مع الله في ساعات الليل والنهار؟ الله قال بعضهم لو غاب عني ربي لحظة لقلت أنا مرتد عن أحباب الله. حضور وذكر. اسمعوا ما وقع، ما بقى ضياء، الأرض كلها ما بقى ضياء، لا بيوت ولا غير بيوت. نظرت إلى جهة القبلة أي بالمنام، وجنبي عن جهة قلبه أمنا الغالية فاطمة البتول عليها الرضوان والسلام، أمنا الغالية والله. وإذا بالحبيب ينظر. انتبهوا معي حتى أشبه لكم هذه الأمانة. عمل الحبيب هكذا، فتجلى الحق شون المطر لكن كالدر المضيء، فتجلى
على قلوب أحبابه وعباده. كل وحدة تنزل معها كالدر المضيء، فمن كثر ما نزل أو النزل الكثير جعل في الأرض الضياء. يا سلام! فالحبيب عمل هكذا، امتلأت يديه من التجلي الإلهي يا سادة، فأشار لي حبيبي وأنا هناك في الكعبة، أشار لي اعمل هكذا، عملت هكذا، فما نزل من الله بالتجلي جلال جمالي رفع كتفيه، قلت أنا الله يشهد، ثم كب ما في يديه بيدي، قال أعطي هذا للشيخ المحدث فلان، أعطي الشيخ فلان من المجازين عنه، رجل علامة. إذا انظروا ماذا وقع في الغفلة. إذا استيقظت من منامك وكنت ذاكرا، وعندما انتبهت قلت الله، تعود عليها، من يدخلوك في القبر يأتي الملكان فيوقظانك. هو الرجل عمل نايم، حبيب يقول تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون. هذا متعود راسه قال الله، فتركه الملكان. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهل من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. وفقكم الله للقرآن الكريم فهما وحفظا وتلاوة، وللدين الحنيف اتباعا وتطبيقا، ولرسول الله الحبيب إن شاء الله اتباعا وحبا وصلة. الحمد لله رب العالمين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، والله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لا إله. ادعوا الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى آله الأطهار وأصحابه الكرام وتابعيهم من أهل الصدق والصفاء، من أهل الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. وأما بعد، كان أحد العارفين في مصر يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم باليوم 30,000 مرة، ويرى الحبيب يوميا. من منكم يرى الحبيب 10 سنين 8 سنين؟ يقول قلت والله إن رأيته الليلة أسأل أحد هنالك من يذكر أكثر مني. الله يقول فرأيته يا سيدي أنا أصلي عليك باليوم 30,000 مرة، هل هناك من يصلي عليك أكثر؟ قال نعم، الإمام الدرويش رضي الله عنه
صاحب العقيدة والأحكام، فذهب إليه وقال رحمه الله رضي الله عنه: يا سيدي كم تصلي أنت على النبي؟ قال 1000 مرة. قال أنا أصلي 30,000 والحبيب قال هو يصلي أكثر منك. قال أمواني صلاتي كل وحدة 1000، فال1000 يعني شكون؟ الملايين وهكذا. فكل صلاة ب1000، 1000 في 1000 مليون، فلماذا يقول ما صلاتك هي؟ قال أنا أصلي على النبي هكذا، فضبطوها وصلوا بها: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله، كل وحدة ب1000. فاللهم صل على الحبيب القائل: من صلى علي مرة صلى الله تعالى بها 10، ومن صلى علي 10 مرات صلى الله تعالى بها 100، ومن صلى علي باليوم 100 مرة صلى الله بها 1000. فيا أحباب إياكم والغفلة، فهي الشرك الخفي والسم القاتل في أنفسكم وفي بيوتكم وفي أعمالكم وصحبتكم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، أعلي كلمة الحق والدين المقيم. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء اجعل كيده في نحله يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الحضور حضور أهل القلوب والذكر وأهل العبادة والصلاح، وارض بحالهم يا لطيف يا واسع يا عليم، يا لطيف يا واسع يا عليم، يا لطيف يا واسع يا عليم. عباد الله اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون بالليل والنهار، وما تعلنون وما تخفون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. وأقم الصلاة.